النادي الاهلي بيفرض التعادل على الجيش الملكي المغربي غصب عنه وعن جماهيره وشغبها وعن الحكم اللي جاي تقريبا كل هدفه انه يعوض الخساره اللي عملها قدام يانج افريكانز او اللي خسرها الجيش الملكي بظلم تحكيمي فعليا. بس انا مالي يعني، الاهلي ملوش علاقه، ما فيش تداوي غلطه بغلطه اكبر في مباراه تانية اصلا. وبالتالي انت من امتى الاهلي بتلوي دراعه في مباراه زي ديت ويبدا يكون الطرف المظلوم؟ يعني ياما ما انت شفت قبل كده قدام الوداد النادي الاهلي اتفرض عليه يلعب من مباراه واحده في نهائي في 22 واخفاء خطابات وحوارات كتير عشان تجيب الاهلي وتكسبه، ومع ذلك ردها لك على طول تاني موسم وكان في النهائي قدام الوداد وعلم عليه علامه كبيره قوي في وسط الملعب. يعني لا بيهاب جماهير ولا بيهاب حكم ولا بيهاب اي شيء عشان تبدا تعمل معاه الافعال دي. وبالتالي انت بتتكلم عن حكم المباراه اللي جاي، انا ما حدش فاهم هو عاوز ايه. والحكم من ليبيا ايه اللي فيها كوره ان دايما الاقي حكم ليبي زي ما بتلاقي من مدغشقر، زي ما بتلاقي مش عارف من الصومال، من حتت غريبه ما فيهاش كوره خالص، بتجيبوا حكام ومن عيله الشلماني اللي هم انا مش قادر افهم التحكيم هناك ورث الشلماني وبعدين اخوه كان حكم وابوه حكم وجده حكم، فالموضوع صعب جدا. جايب ضربه جزاء من وحي الخيال ما تفهمش جايه منين، الكره جايه ما بين ايده وصدره فهي ما فيهاش اي ضربه جزاء اصلا، واللي بيقول لك حد دخل بعدها وما دخلش سيبك من الكلام ده كله لان اصلا ما فيش ضربه جزاء من الاول. وكمان انذار لزيزو ما حدش فاهم ايه اللي حصل وانذار ليه اساسا، وكان في كوره يستحق عليها لعيب الجيش الملكي طرد لما تدخل مع محمد هاني اداله انذار برده ما حدش فاهم، وكل ده بسبب ان مفيش فار في قاره افريقيه اهم بطوله فيها ما فيهاش فار. فانا مش قادر اتخيل ايه المستوى ده من مباراه كانت المفروض تبقى كويسه بس شغب الجماهيري والمشاكل اللي حصلت. وهنا تيجي تبص على الجمهور والمشاكل اللي عملوها وكميه ازاز ميه مرميه ومن كلاحه مصطفى شوبير وواحد زي ياسين مرعي اللي خدوا الازايز وشربوا ميه. حاجه بصراحه العقليات اللي زي دي والهدوء النفسي ده هو ده اللي بينفع في المباريات اللي زي دي، زي هاني زي طاهر زي واحد زي شوبير. فلا بامانه الناس دي متربيه على كبر النادي الاهلي وعلى شخصيته. وبالتالي كمان سكينه معجون اترمت انا مش فاهم سكينه معجون دي ازاي، يعني دي دخلت الملعب ازاي؟ يعني مش فاهم، يعني انت نقاش خلص شغله في شقه وبيشطبها راح رايح على الملعب على طول ولا مش قادر اتخيلها بصراحه. وقامت خناقه في الملعب لما اترمت وهي طبعا عورت واحد زي تريزيجيه ونزلت الملعب وبقت اللعيبه في الاهلي والجيش الملكي يجروا وراها، او بمعنى صح ده عايز ياخدها يظهرها والجيش الملكي عايز ياخدها ويخبيها عشان مراقب المباراه ده بيبينها له وده بيحاول يخفيها. ومع ذلك في الاخر هتبص تلاقي واحد زي وليد صلاح الدين بمنتهى الهيبه وقف بالسكينه ولا كانه صنايعي، وقف بيها وقفل ومحدش جه ناحيته ولا حد هاوب ناحيته، واظهر السكينه بتاعه المعجون ورفعها في الهواء كده ولا في السماء، الناس شايفاها كلها بحيث ان هو يظهر الخطا للنادي او جماهير نهضه مين؟ جماهير الجيش الملكي، بحيث ان هو يبدا يوصل بالمباراه بعد كده بشكوى يمكن يوصل منها لاي حاجه، وهنشوف الدنيا فيها ايه والاجراءات اللي هيعملها بعد كده النادي الاهلي. عشان كده اقدر اقول لك ان النادي الاهلي قدم مباراه مقبوله في ظل الظروف الموجوده والشغب والحكم واللي حاصل ده كله. اظهروا شخصيه كويسه جدا بالرغم ان مش معنى كده ما فيش سلبيات، لا في سلبيات، واهمها طبعا مركز المهاجم محمد شريف. انت بتتكلم عن يعني مش موجود محمد شريف، حرفيا مدافع خامس مع الاربعه بتوع الجيش الملكي، مش موجود معاك، لا باص صح لا استلامه لا عمل محطه لا انهاء لا فينش لا تحركات. بص انا يعني زي ما بقول لك كده جمهور الاهلي انا بدات قصتي ورحلتي من وسام ابو علي لحد شريف والبديل بتاعه طاهر محمد طاهر. فالموضوع بالنسبه للجماهير عامل مشاكل كبيره جدا ومدخلهم في ازمه ما يعلمش بالله ربنا. غير كده خط الدفاع اللي زي ما قلنا في اكتر من تحليل مباراه ان في عدم تفاهم وتجانس بين ياسر ابراهيم تحديدا وواحد زي ياسين مرعي، الاثنين ما بيشوفوش بعض، الاثنين في كل مباراه بيحصل اخطاء بسبب عدم التفاهم ما بينهم وما بيكلموش بعض. النهارده تصوا في بعض بشكل غريب في كوره سهله، لو كانوا الاثنين سابوا الكوره كانت راحت لمصطفى شوبير عادي جدا. لك ان تتخيل ان الكوره دي بعد ما تصوا في بعض لو كانت وقعت قدام لعيب الجيش الملكي راح رايح بيها على مصطفى شوبير وسجل جون، كنت عملت ايه؟ تخيل الجمهور الاهلي كان عمل في الناس دي. غير كده لا اقدر اقول لك ان ياس تورب قدم مباراه محترمه، عمل تغييرات رجعت النادي الاهلي للمباراه في الشوط الثاني.
بعد ما كان الشوط الاولاني تقريبا ضايع. الشوط الاولاني الاهلي ما كانش عارف يطلع بالكوره، طلع اكتر من مره بس من ناحيه الشمال، وكانت بتوصل لحد خط ال 18 وتقف الكوره وترجع تاني. فمعنى كده بعد كده بدا يلعب على اللعب الطولي وبرده لحد خط ال 18 بتاع فريق الجيش الملكي، والكوره ترجع تاني عادي مفيش اي حاجه، او لعب في وسط الملعب. بمعنى اصح مفيش ولا هجمه في الشوط الاولاني وصلت بالنادي الاهلي بناء على طلوع بالكره من تحت او حتى لعب طولي. الهجمات اللي جت للنادي الاهلي في الشوط الاول كلها من ضغط عكسي فقط لا غير، ان لعيبه النادي الاهلي بتضغط على المنافس على فريق الجيش الملكي من قدام، تقطع الكره في وسط ملعبه وتبدا تنقل او تبدا تروح على الجون. والكلام ده ظهر في الهجمه بتاعه زيزو اللي حطها، جت بتحك في العارضه الار2، والكره بتاعه شريف المفروض هو خد الكوره واول ما استلم لف شاط على طول. كان ممكن يباصي يمينه، كان في مساحه فاضيه، او حتى خد خطوه كمان، تقدر بعد ما تاخد خطوه كمان تباصي ناحيه الشمال. كان تريزيجيه في عندك 100 حل، لكن هو اول ما لقى الكوره جت راح لافف وشايط على طول، ما شافش حتى مين اللي قدامه ولا مين الجون ولا تمركزات اي حد. غير كده كمان كان فريق الجيش الملكي كان بيطلع بالكرة من تحت في اكتر من مره، وكل انهاء هجماته ناحيه الشمال اللي هي يمين النادي الاهلي محمد هاني كان اما انه بيطلع من ناحيه الشمال بالكامل من الجبهه الشمال بتاعه الجيش الملكي اللي هي اليمين النادي الاهلي ويخترقها، لان المثلث ما كانش حلو. المثلث بتاع هاني ديانج اشرف بن شرقي، الثلاثه دول كانوا مش في يومهم خالص، وخصوصا الشوط الاولاني. غير كده الاختراق من الناحيه دي او الاختراق من ناحيه اليمين ويطلع عن طريق الباك يمين، والباك يمين يبدا يضم لقلب الملعب ويبدا يعمل الباص للمهاجم اللي يسندها ليه تاني او لواحد وسط الملعب وينقلوا الهجمه كلها ناحيه برضه محمد هاني، بحيث الاختراق بالكامل كان من ناحيه محمد هاني. غير كده كان في بعض اللعب الطولي ده اللي كان بيوصل بيه الجيش الملكي. ومع الشوط الثاني ومع التغييرات بدأ تشوف 3 هجمات من بتوع يستروب اللي كنا بنتكلم عنهم. منها اولا هجمه الجون، هي بالظبط نفس الهجمه اللي احنا اتكلمنا عنها في المباراه بتاعه شبيبه القبائل عن طريق اشرف بن شرقي واليو ديانج في اختراق المساحه اليمين اللي بتظهر ما بين السنتر باك بتاع شبيبه القبائل ساعتها او النهارده فريق الجيش الملكي والباك شمال بتاعهم. المساحه دي لما كان محمد هاني بينزل شويه ياخد الباك شمال معاه، فبالتالي يبدا يتحرك فيها اشرف بن شرقي او اليو ديانج. كل ده ما كانش بيحصل النهارده في الشوط الاولاني زي ما كان بيحصل قبل كده في ماتش شبيبه القبائل، لكن مع نزول محمد علي رمضان واول تصرف واول تحرك كان بيروح في المساحه دي كلها واستلم الكوره وعمل عرضيه اللي حطها تريزيجيه في الجون. تاني كوره الكوره الثابته اللي عملها واحد زي زيزو، عمل الكوره بالعرض الفاول، كوره ثابته ما عملهاش عرضيه زي كل مره احنا متعودين عليها، اتعملت على الارض على قوس ال 18 وراح شايط واحد زي تريزيجيه، جت بتحك في العارضه، كان شكلها جميل وفيها فكره من مدرب متدربين عليها. اما الكره الاخيره كانت من ناحيه اليمين تجميعه لعب، واتعملت العرضيه القطريه العكسيه ناحيه تريزيجيه اللي استلم الكوره وجمع اللعب وبدا يعدي وطلع معاه كوك كان احمد شكري ولا محمد شكري، وبعد كده زيزو طلع معاهم وعملوا جبهه واتعملت عرضيه لزيزو حطها يدوب فوق العارضه رأسية، كانت فعليا دي هتنهي المباراة وتقضي على آمال فريق الجيش الملكي وجماهيره حرفيا. فده كان كل حاجة تقريبا في المباراة. النادي الأهلي صاحب شخصية قوية جدا هو ولاعيبته انه يخرج من المباراة دي بالتعادل ويخلي فريق الجيش الملكي ينزل لتحت بنقطة واحدة، وماذا وإلا كان هيكسبوا ويبقى 3 نقط والأهلي 3 نقط، ومعاهم بعد كده يانج افريكانز هيكون هو ال4 نقط والمجموعة تتكهرب. لكن الأهلي أظهر شخصية كبيرة جدا في المباراة، وده كان كل حاجة معانا في النادي الأهلي قصاد الجيش الملكي. وألف مبروك للنادي الأهلي أول 4 نقاط من أول مباراتين.